السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا رب؟ تكونوا بخير وفي أحسن حال. كل سنة وأنتم طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل على النبي. كده أنا ما نزلتش الفترة اللي فاتت دي، كان إن بصراحة النت بايظ عندي وما كانش عندي نت أصلا، وكان كمان كنت أنا فترة عند حماتي تحت، ما عرفتش انزل لكم فيديوهات اول يوم رمضان ولا تاني يوم ولا تالت يوم. فده فطرنا امبارح، رابع يوم رمضان كده، فطار خفيف ظريف كده، حاجة خفيفة كده، حاجة على مقسم كده. ربنا يا رب إيه ما يقطعها عادة ابدا يا رب، واقل الاقاليل الحمد لله. عملت ايه؟ عملت جبت بقى كيس مكرونة، كيسين مكرونة كده. عملت الاول صلصة عشان هعمل مكرونة، وكان عندي رب يبارك فيه يا رب ويبارك فيها سمورة العمدة ومحمد اخويا، ربنا يبارك فيهم ما يحرمنيش منهم ابدا. كانوا جايبين لي كيس بانيه كده اول رمضان، شوية طلبات، وانا طلعت الكيس ده وحمرت طبق بانيه على طبقين بطاطس، وفضل ونعمة من عند ربنا، وسلطة. الصينية بصراحة مش كانت واخدة اصلا، يعني انا رصيتها على الصينية كده ورجعت حطيت مفرش كده، وقعدنا على الارض كده وكلنا انا والولاد. ماشي. فطبعا يعني افطار خفيف كده وظريف، بس عملت لهم برضو حاجات حلوة. عملت لهم كريم كراميل. كريم كراميل، علبة باكت كريم كراميل. بصراحة يا حبايب قلبي الناس ما بتاكلش حاجة خالص يعني، مش عارفة. ده شوية طلبات كده كان محمد اخويا جايبهم لي اول رمضان، ربنا يا رب ما يحرمنيش منه ابدا يا رب، ويرزقه ويزيده من فضله. اللهم امين يا رب العالمين. كان جايب لي زيت وجبنة وشاي وباكو شاي وملح ومكرونة وشعرية، وطبعا بلح وسكر وبطاطس وبصل وكده يعني. وكان جايب لي كيس بانيه من الكبير. ماشي زي ما انتوا شايفين كده. ربنا يا رب يكبر بخاطره يا رب ويخليهولي وما يحرمنيش منه ابدا، ويخليك يا سمورة يا رب مراته، ويخلي لها ولادها يا رب وتفرح بولادها ويشفيها، وادعوا لها بالشفاء العاجل عشان هي تعبانه الفتره اللي فاتت دي. ربنا يشفيك يا سمر يا رب ويخلي لك ولادك، وما يحرمناش منك ابدا يا رب. يخليكي كده في وسط ولادك يا رب وتفرحي بيهم كلهم. اللهم امين يا رب العالمين. وتفرح بولادك يا محمد، ويخليك ويبارك فيك ويجعلك سند لينا كده. فهو كان جايب لي شويه الطلبات دول، وانا مش صورت معاكم لان انا صورتهم، اللي صورت الفيديو طبعا انا مش كنت عارفه انزل، عشان انا مش النت مش كان مظبوط عندي، مش كنت عارفه انزل على اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده ده فطرنا، يعني فطرنا امبارح خفيف كده. طبعا كنت عامله سلطه وعصير مانجا وكله ايه يعني، بس بعيد عن الصينيه، عشان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عشان يعني الصينيه مش كانت واخده يعني. زي ما انتوا شايفين كده فطار خفيف كده وظريف. دخلت بقى ايه، ده فطرنا، ده الصبح، بس الفيديو ده اتقدم قبل ده. خلاص بقى حبيت ان انا اعمل لهم باكت كريم كراميل وباكت جيلي، عشان اللي مش حابب ياكل من ده ياكل، واللي عايز ياكل من ده ياكل. زي ما انتوا شايفين كده كان معايا كيلو من الحليب، كيلو ناقص شوية يعني. وجيت حطيتها. تتوقعوا ان يعني باكت الكريم الكراميل ده كان ب5 جنيه الاول، ومعلقة نشا. انا حطيت عليه يا حبايبي معلقة نشا، الباكت حطيت عليه معلقة نشا. انتي تتوقعوا ان كريم الكراميل ده كان الباكت ب5 جنيه، الوقت ب13 جنيه يعني. والله ربنا يعدها على خير يا رب ويخرجنا منها على خير. يعني مش عارفة الواحد يقول ايه. ماشي. طبعا انا دقت الحاجة ورحت اتمضمضت على طول. متقوليش يا ام رافع احنا في صيام وانت دقته؟ لا، دقتها، قفلت الكاميرا ورجعت تاني، ما بلعتش يعني وكده. يعني لازم ندوق الحاجة عشان نعرف هي مظبوطة ولا كده. لو احنا عارفين المقادير بنحط بقى بالبركة وخلاص، وبتبقى الحاجة طالعة معانا. يعني لو انا عاملة، لان انا دايما انا بعمل 2 باكت، مش بعمل باكت خالص، بس انا عشان احنا في صيام وهو مش هيتاكل قد كده فعملت واحد بس. طبعا باكت الكريم كراميل على كيلو حليب، والله العظيم كان زي العسل. هتقولي كتير الكيلو عليه؟ لا مش كتير خالص. الكيلو اصلا 3 كوبايات لبن او 3 كوبايات حليب،
فعملت الباكت عليه كوباية من الحليب. طبعا انا كنت بفضي سكر عشان اخد سكر للجيلي واخد سكر للعصير واعمل عصير كمان. ماشي. انا بقول عصير مانجا، لا مش عصير مانجا خالص، انا كنت عامله كوبايتين عصير فراوله عشان احنا كنا شاربين مانجا قبل اليوم ده. فحبيت ان انا اغير، يعني انا عندي فراوله اصلا في الفريزر مش مخزنه كتير لان هي لسه موجوده يعني في السوق. طبعا برضك معايا 3 كوبايات من المج اللي انتوا شفتوه العادي ده الصغير ده، عليهم باكت من معلقه من الجيلي، من الجيلاتين السايل. 3 كوبايات اللي انتوا شفتوهم دول اللي انا كنت بعاير بها دلوقتي، عليهم معلقه واحده من الجيلي السايل. ماشي. عليهم باكت من اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد من الجيلي. باكت الجيلي دلوقتي اللي كان ب5 جنيه برضو تقريبا، او لا كان ب3 جنيه، كان ب3 جنيه، دلوقتي ب9 جنيه. شفتوا بقى السعر فين؟ بوريكم الموز، سبحان الله، سبحان الخالق، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الموز جاي كده ايه، توأم كده، يعني جاي 2 جنب بعض. سبحان الله. متنسوش بقى اللايك، تحطوا اللايك كده وكومنت حلو منكم كده وتشجعوني كده، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا الأيام كلها بخير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا جبت بقى ايه برضو، كان جبت تفاح وجبت موز وفراولة كمان. كان عندي برضو كم حباية فراولة كده. هو ده باجت الجيلي، حطيته بس في مية بسيطة جدا جدا على اساس ان انا ايه ادوبه، وما يغلي كده ويفور معايا، بسيبه بقى يهدى كده شوية وبعد كده افضيه في الكاسات زي ما انتوا شايفين كده. هو ده المطلوب. بسيبه بقى يبرد شويه عشان مش يفرقع الكاسات، عشان تبقى سخنه قوي. ما ينفعش ان انت تحط الحاجه سخنه قوي مهما كان هي نظيفه ونوعها نظيف. بتسيبها شويه تهدى عشان مش تفرقع الحاجه، لان كمان انا شاطفه الكاسات عشان هما كانوا مركونين، فلازم قبل ما بعمل فيهم لازم بشطفهم كده. اي حاجه لازم تبقى مركونه، مش ايدك فيها كل يوم. يعني الجيلي طبعا مش بنعمله كل يوم، طبعا انا بحطهم في المطبخ الخشب كده، طبعا بيبقى اي جعفار اي حاجه. فشطفتهم الاول وهيبقى مبلولين، فالحاجه المبلوله لما بتيجي عليها حاجه سخنه بتفرقع منك على طول. فبتسيبي بقى الحاجه تهدى كده شويه، وبعد كده بتوزعي الفواكه عليها في الطبق كده. بصراحه كان كله فاكهه، الفواكه كانت فيه كتير. بتوزعي الفواكه كده يعني على الكاسات، على الاطباق، اي حاجه المتاحه عندك الموجود. مش انا مش هفضل بقى اعمل بالمعلقه ويقعوا كده. وزعتهم في الطباق، في الكاسات. وبعد كده بحط بقى بعد كده اما الحاجه بتبرد كده شويه معايا زي ما انا قلت لكم، بحط بقى الايه الجيلي كده. وزعت يعني كده خلاص، صبيت الجيلي واسيبه بقى يبرد شويه يهدى، وبعد كده ادخله التلاجة. بحبكم في الله يا اغلى واحلى متابعين على قلبي. ما تنسوش اللايك بالله عليكم، وكل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بخير يا رب، اللهم امين، لا فاقدين ولا مفقودين. واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.